السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين في حياتكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم ان شاء الله. وصفات اليوم كما راكم تشوفوا هي فولوفون بلا بات فيتي، ومعها ورافقت معها سوب ولا حساء الشامبينيون. ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه راح نبدا بالوصفه. كنت درت كيلو فرينه، درت 2 مغارف زبده كبار، شويه ملح، ودرت مغرفه عسيله. بس الفرينه تاعي كامل هنا باش ندير لاباط فيتي تاعي. بسست الفرينه مليح وبديت نجمع فيها بالماء يعني عادي حتى تجمع العجينه تاعي. بعد ما جمعت لي العجينه تاعي كما راكم تشوفوا خليتها ريحت حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه. ومن بعد بديت نحل فيها كامل، نحل العجينه تاعي كامل بالحلال. وراح ندير لها الزبده تاع الفيتاج، يعني الزبده ما استعملتش 500 غرام، استعملت حوالي 450 غرام في كيلو فارينة. استعملت حوالي 450 غرام زبده. انا درتها لويتها، درتها كي بسكوي روليتها، ومن بعد بديت نحل فيها بالحلال. وراح ندير تور دوبلي. انا هنايا العجينه تاعي ما خليتهاش تريح، يعني هي مفروض العجينه تاع الفيتاج لاباط فيتي تريح باش تخرج لنا الفيتاج تاعها مليح، لكن انا مع ذلك خرجت لي مليح. درت لها دو تور يعني 2 مرات تور دوبلي، دوبلي باش تحصل النتيجه مليحه. قسمتها وشتو الفيتاج كيفاش يبان، ورحت فتحتها بمول مدور كيما راكم تشوفوا. والثاني عاود فتحته بالبلادوي هذيك باش ندير هذيك الثقب اللي في الوسط. لصقت حبه مع حبه ببياض البيض، وكيما راكم تشوفوا هنايا لي شيت ثاني ما عاودتش عجنتهم البنات، هنا ما تعاودوش تعجنوهم كيما راكم تشوفوا في الصوره. تحلوهم كيما راكم تشوفوا. هنا من الفوق عاد درتهم بصفار البيض، واكيد ثقبتهم في الوسط ودرتهم في الفرن اللي كنت سخنتها من قبل. هنا كانت عندي علبه تاع شامبينيون، راح نقسمها على 2، نص ندير بها الحساء، والنص الثاني راح ندير لا فارس تاع لي فولوفون. الحساء تاعو واش راح نحتاج بصله كبيره، يعني بصله تكون مليحه كبيره. نحتاج 3 حبات تاع بطاطا ولا 2 يكفوا. ونحتاج اكيد نص علبه تاع الشامبينيون، فلفل، ملح، زيت، ونحتاج معدنوس. هنا هاد الحساء البنات يعني يجي بنين، حاصل يجي بنين. لكن انا درته في رمضان، لكن هو حساء في الفطار احسن من رمضان. واحد درت له ما يباليش انا. المهم ما جانيش تاع رمضان، جاني شويه يبان شويه ثقيل، يعني في الفطار تقدري تاكليه، لكن في رمضان نحسه شويه ثقيل. وكل واحد والقو تاعو. درت له بركس يعني جناح معاه يتبل فلفل كما كنتوا تشوفوا، ودرتو يتقلى. درت البصل وهذاك الجناح والشامبينيو تاعي وخليته يتقلى مع شويه فلفل وزيت كما راكم تشوفوا. وسكنجبير حضرته يتقلى مليح. بعد ما تقلى لي ضفت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا، خليتها تتقلى. يعني هذا الحساء ما فيه والو. آه قليته مليح. بعد ما تقلى لي، شوفوا البنات، درت له شويه راس الحانوت برك. بعد ما تقلى لي مرقته وخديت الخضره تاعي طيب. هنا البنات انا ما نحبش الحساء الثقيل، يعني هذا جاني شويه ثقيل. كان اللي يحب بزاف هذا النوع من الحساء، كل واحد وكيفه. شوفوا البنات هنا لو فولوفون تاعي كيفاش جاني، يعني ما شاء الله بالتوريق. يعني هنايا ما خليتش لاباط فيتي ريحت، يعني لو كان تخلوا لاباط فيتي بين تور وتور تريح حوالي 4 ساعة 20 دقيقة راح تجيكم يعني أحسن، تجيكم نتيجة أحسن. هنا راح نحضر العفاقس تاعي. واش درت بصلة قطعتها يعني صغيرة، درتها الزيت، درتها تتقلى، ودرت كمية من صدر الدجاج كنت قطعته، والشامبينيون هذاك اللي خليته تقلى. بعد ما طاب لي بشوية فلفل أكيد، بعد ما طاب لي زدت له شوية فرماج وشوية كريم فريش، وتحصلت على هذه الصلصة البيضة الهايلة. شوفوا هنايا كيفاش تجيني ديك الصلصه، الله الله عليها. كما قلت لكم ما تنساوش تخلوا لاباط فيتي بين تور وتور تريح باش تكون عندكم نتيجه احسن ان شاء الله. مع ذلك انا ما خليتهاش ريحه، وشوفوا النتيجه مليحه، يعني جات مليحه. لكن باش تعطيك نتيجه اكثر واكثر خليها بين التور والتور. خلي لاباط تاعك تريح حوالي نص ساعه. يعني اذا كنا في الصيف تخليها في الفريجيدير، الا كنا في الشتا يكفي تخليها برا فقط. لكن يعني الكوزينه تاعك ماشي سخونه، تقدر تخليها تريح، ما ديريهاش في الفريجيدير. هنا نعمر في لي فولوفون تاعي
شوفوا البنات جا ديك التحميرة من الفوق ما شاء الله عليها. هنا راح ضفت مغرفة فرماج، ويعني نص كاس تاع لاكخام فخاش، وراح نطحن لاسوب تاعي. هاو القوام تاع لاسوب تاعي كيفاش يجي، يعني جات هي رائعة يعني الحق عجبتهم، لكن كل واحد وكيفه. هنا البنات هاهم لي فوليفون تاعي، كنت زينتهم، شوفوا الفيتاج تاعهم ما شاء الله، كنت زينتهم بحبة زيتون وشوية معدنوس وتزيين اختياري. هاي العصوب تاعي البنات هنايا كذلك درت لها شوية عكري يعني للتزيين فقط، وتبقى أذواق، مجرد أذواق و وتزيين كما نقولوا. هاي هي البنات هنا الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. في فيديو اخر ان شاء الله، واش فيه واش ما فيهش، تعالى مربي، تهلاو في روحتكم، سلام.